السلام عليكم. بصوا يا جماعة، أنا لما ببقى يعني مودي وحش، مكتئبة، حزينة، بحب أشقلب أي حاجة عشان أغير مودي. يعني أشقلب نظام الشقة، أجيب الأنتريه مكان السفرة مكان الحمام، أشقلب الدولاب أرجع أروقه تاني، أشقلب حاجة في شكلي، أتشقلب أنا شخصيا. المهم أشقلب حاجة. أي نعم، أحيانا كتير بحس إن الوضع قبل الشقلبة كان أحسن فبكتئب أكتر، ولكن يعني الواحد لازم يحاول يعني، والتغيير إيه مطلوب. فانا بقى لي كام يوم كده يعني مودي مش ولا بد. قلت يا بنت يا لولو، ما تستسلميش للحزن، ما تخليش الحزن يسيطر عليكي. طب هنعمل ايه؟ قمت واخده بعضي وطلعت على البيوتي سنتر. قابلتني واحده كده بنت حلال، قالت لي اموريني. قلت لها بصي، انا يعني مخنوقه وخلقي ضيق، ولسه خارجه من حمل وولاده وما فياش طاقه، وعايزه اعمل نيو لوك، عايزه اخرج من هنا نانسي عجرم. قالت لي طب وريني شعرك. وريتها شعري، قالت لي انت شعرك مرهق. اذا كان بقول لك ان انا نفسي مرهقه، يعني شعري مش هيبقى مرهق؟ ده يبقى قليل الذوق والله. قالت لي لا، وبصي كمان الحمل والولاده مخلي شعرك بيتساقط. ما خلاص يا حاجه، انت هتحزنيني على روحي ليه؟ ما يعني انا جايه عشان احسن مودي. المهم قلت لها طب انت شايفه ايه؟ قالت لي انا شايفه ان احنا نعمل كذا كذا كذا. قلت لها اعملي اللي انت شايفاه. انا بقى مستسلمه خالص، مش مهتمه اعرف اصلا هي عايزه تعمل ايه. المهم دخلت، واحده ايه مسكتني بقى قعدت تعمل لي شعري، فلقيتها بتفتح في الكلام. انا عاده لما بحب اسكت حد ما برد ايا كان الموضوع اللي هو بيتكلم فيه، بقول ان شاء الله خير مع ابتسامه خفيفه كده، بيخرس ما بيتكلمش تاني. ولكن انا قلت ايه، يا بت يا لولو، ما انت اصلا مخنوقه وما انتش طايقه نفسك، ما تاخدي وتدي معاها في الكلام كده، يمكن ايه يعني تهون عليك شويه الوقت اللي انت قاعداهم هنا، يمكن تطلع بنت فرفوشه تفرفش عليك. فقعدت اتكلم، قالت لي مالك في؟ قلت لها ما فيش والله، بس مخنوقه شويه ومودي مش حلو. قالت لي ليه؟ ده انت شكلك لسه صغيره، انت متجوزه؟ قلت لها انا متجوزه ومخلفه لسه من قريب. قالت لي ايه ده، معقول شكلك صغيره؟ قلت لها لا يعني مش عشان قلت لك ان انا مكتئبه تنافقيني بقى وتقولي لي شكلي صغير وبتاع. انت عندك كام سنه؟ قالت لي 26. قلت لها انا كمان 26. قالت لي لا بس انا مطلقه ومخلفه عيلين. قلت ما شاء الله، يعني ايه 26 وعملت كل الانجازات دي؟ فلا خلينا نتكلم بقى. قلت لها إيه هو انا عايزه اعرف هي ليه الطلاق انتشر الفتره دي؟ شوفوا اسئله مذيعين قوي، بس ايه بفتح كلام يعني. قالت لي انا اقول لك ليه الطلاق انتشر. لقيتها تحمست كده ونبره صوتها اتغيرت. قلت لها ليه بقى؟ قالت لي عشان الشباب بقى بيشرب. قلت لها اموريني نعم بتقولي ايه؟ قالت لي عشان الشباب بقى بيشرب حشيش. فالبت لقيتني ايه اتصدمت كده شويه، قالت لي انا بحكي لك عن تجربتي انا يعني. قلت لها كملي. قالت لي الشباب بيشرب وعايزين الستات اللي يصرفوا عليهم. انا كنت متجوزه ما كنتش بشوف منه جنيه، كان بيشتغل ويصرف فلوسه كلها على نفسه، ما كانش بيعبرني انا والعيال. وبعد ما اتطلقت ورحت بيت اهلي، هو ما يعرفش احنا عايشين فين ولا بنصرف منين، وانا اصلا تجاره، لكن انا بشتغل الشغلانه دي عشان اصرف على العيال وعلى نفسي. والعيال لا عندهم خال ولا عم ولا اب ولا حد يسال عليهم. والراجل قال جاي لي بعد الطلاق يقول لي تعالي نرجع لبعض، والفلوس اللي انت بتصرفيها على العيال اصرفيها برضو على العيال، وانا هصرف على نفسي يا صلاة النبي. ده انا لو رجعت له هياخد فلوسي يصرفها على نفسه وعلى اللي بيشربوا. قلت لها صلي على النبي بس اهدي الوقت. قلت لها طب العيال هو بيشوفهم؟ قالت لي بيطلب يشوفهم بس انا مش بوريهم له. قلت لها لا بصي كده حرام عليك. قالت لي حرمت عليه عيشته. قعدت بقى اتكلم معاه في ان هو يعني هو منايل على عينيه وحسابه عند ربنا، لكن انت ما تشيليش ذنب، وانك تحرميني يشوف عياله انت كده بتشيلي نفسك ذنوب على الفاضي. لا انت اعملي كل اللي عليكي وخليه هو ايه يروح قدام ربنا بكل البلاوي دي بقى يتنفخ. بس طبعا هي يعني ما اقتنعتش بكلامي، وقعدت تقول لي انا بقى دلوقتي بيتقدم لي عرسان، لكن هو كرهني في صنف الرجاله كله، وامي بتضرب نفسها بالجزمه ان هي جوزتهولي. انا بقى في اللحظه دي كنت عايزه انا اللي اضرب نفسي بالجزمه، ان انا من الاول خالص ما قلتش ان شاء الله خير وابتسمت الابتسامه. كانت حاطه لي حاجه على شعري المفروض استنى بيها شويه. طبعا يعني على ما خلصت هي كنت انا حاسه ان انا خلاص بقى مش عارفه اتنفس من الخنقه. خرجت قعدت افكر في القصه اللي هي حكيتها، على كمان ان انا ما قدرتش اقنعها انها توري العيال لابوهم، فاخدت جنب كده وقعدت اعيط يعني من غير ما حد ياخد باله. المهم الوقت عدى ودخلت اكمل شعري مع ست تانية بقى كده كبيره بقى شويه، مش صغننه. انا قلت بس الحمد لله يعني باذن الله بقيت اليوم يعدي على خير. اول ما قعدت قدامها قالت لي ايه ده انت شعرك ضعيف قوي وبيقع. قلت لها خلاص والله اقسم بالله عرفت. قالت لي انت شعرك ما يستحملش كل اللي انت كنت عايزه تعمليه ده. قلت لها معلي انا نفسيتي محتاجه اعمل تغيير.
قالت لي ليه مالك بس، نفسيتك ايه مالي؟ قلت لها مفيش، بس لسه ايه خارجه من حمل بولاده وكده. قالت لي فكرتيني، ده انا لما كنت حامل جالي اكتئاب الحمل، كنت بصحى من النوم الساعه 2 الفجر اصوت واعيط وانزل اجري في الشوارع، وكنت بحس ان انا لو نمت على السرير هتخنق وهموت. كنت بطلع انام في البلكونه وانا قاعده على الكرسي، وكانت نومه مش مريحه فرجلي ورمت قد كده. ومره نزلت نمت في الشارع وكنت بعيط، عدى واحد قريبي شافني بالمنظر ده خدني وداني للدكتوره نفسيه، قالت لي لا ده اكتئاب الحمل، وده انت اختي. هي اصلا نفسها وهي بتحكي بدات تتاثر وتدمع، وانا بفرفر بموت في ايديها. وبين بقى كل جمله والتانيه تفكرني تقول لي بصي شعرك بيقع في ايديا ازاي، يعني امسك الاستشوار ده دبه في زوري واخلص. المهم لقيت الست بدات هي تتاثر من اللي هي بتحكيه وتدمع، فبدات انا اللي هون عليها. شوف الدنيا بقى. قلت يا بنت يعني غيري الموضوع يمكن ايه الست تفك شويه. قلت لها انت بقى ما شاء الله عندك كام عيل بقى؟ قالت لي عندي 3. اصل انا مطلقه، عندي من الاولاني 2 وعندي من التاني 1، وبنتي بقى من الاولاني عندها 16 سنه وفرحه خليك الجد ولسه متخانقه معاه وخطيبها، وقال لي لو بنتي منتهيه منه هقطعك رقبتك. قمت انا بقى مكلمه ايه علشان ياخد لي حقي. انا قلت له بقى ما عندناش بنات للجواز. انا اقسم بالله العظيم كنت ماسكه نفسي بالعافيه، كنت بقى بعيط خلاص بفرفر في ايديها. المهم خلصت شعري وخلصت عليا. هم والله شغلهم زي الفل يعني، تسلم ايديهم، بس تسلم لسانهم. المهم كانت خلصت بقى، قالت لي بصي بقى هقصلك بقى طراطيف شعرك علشان ايه المقصف بقى اللي تحت ده. كنت انا بقى جبت اخري، قلت لها لا قصي بقى خالص، انا عايزه تغيير بقى. قالت لي بصي بقى انا هقصلك قصه بنت حرام ب150 جنيه. كان نفسي طبعا اسال القصه بنت الحلال بكام، بس ما كانش فيا طاقه اسال. قصي بنت الحرام، قصي بنت اللي انت بصي خدي شعري كله مش عايزاه. انا عارفه طبعا ان اي حد يعني لو اتقال له هقصلك قصه بنت حرام هيتوتر هيتوغوش، ولكن انا ما اتاثرتش خالص، ولا حتى سالت القصه بنت الحرام دي شكلها هيطلع ايه في الاخر. استسلام بقى. هي بقى عماله تقص، والناس في الكوافير صعبان عليهم شعري عمالين يقولوا لها ليه بتقص لها كده. قالت لهم هي اللي عايزه تقص قصه بنت حرام. بعد ما خلصت بقى اكتشفت ان انا كنت داخله البيوتي سنتر ده كانت نفسيتي احسن بكتير من لما خرجت. انا عارفه ان كل الناس عندها مشاكل، والواحد يعني بيحب يفضفض، ولكن العيب مش فيهم ولا في حبايبهم. اما البيوتي سنتر يا روحي عليه. انا بس والله كنت يعني محتاجه اروح الاقي ناس بترقص وبيزغرطوا بلا داعي، وواحده واقفه بتقول نكت، اي جو كده يخرج الواحد من المود يعني. حتى اما فكروا يشغلوا اغاني في البيوتي سنتر شغلوا اغاني حزينه. انتوا والله ناس جميله والله، وانبسطت عندكم جدا.